بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. مقصد القصيدة الدعاء والشكر الجالبة إن شاء الله تعالى للزيد والنظر، وهي مقولة في مسكن خيلها. توبى حرس الله تعالى من كل مكروه ومقوف بجاه من هاجر الخيل إليها. لإحياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربي أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. عقدت الأسد والأزود والحية والأقرب والسارق والتارق والعاقل والنافذ والعين والساهر والإنس والجان عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. وسورة الخضر وسورة قريش. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق، ادعوني استجب لكم. وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني. فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول. الحمد لله الكريم ذي المنن على استغالي بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على استغالي بفروض وسنن. شكرته لأنه قد ساخني لوطن به نفى ما عاخني وخادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي. وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم. ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي خصدي أن أتبعا. على الذي من بمرادي اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى.
هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم الخاهر النفوس والرجيم هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فخمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت لي اليوم بخير منني وقدتني إلى اختفاء السنن من بعد ما كادم امتداح الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأمداح والإطراء أزهد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسل بالمستوى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته ما ليسعوا في سريع نجما يا بر يا غفور يا حليم إني خمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكول يا مالكي يا خالق الأنام أمد هوايا خلل منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك استكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركونا وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيضاء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا خريب إني عبيد ها هنا غريب لهب ذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمستوى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولسوي الدين بجاه الخاسم ولكشفا ليل الهوى البيما بحرمة المحبوب إبراهيم ولكشفا ليل الهوى البيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وسفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر
ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى الخيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وزابي وليستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل الدار هنا وفي غد من الأكدار ونجني والمسلمين من بلاء والتق جسماني في خبر البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل حجابا بيننا وبين كل أذى ولتكف عنا الحينا يا الله يا نظير يا جليل إني حقير معدم ذليل فلتغنني بك وهب لي الأرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وسليا وسلما عليه وكل من خدمت ما إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير منى واملي يا من علا عن المكان والعرض إني ساكن هنا وفي مرض فكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير اللقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمنا يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من علا عن زوجة وعن ولد حطني وعد جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه غير من عبد واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه غير من عبد وصليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه ذوي الصلات وكل من قدمني أو زارا فنجه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فابلغ توبة واستسلاما فكل من أساء ظنه بيا فليغلب قلبه يا ربي ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفهم أذايا يا ربي آمين واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى غيور صافية واجعل بنائي بناء علم
وعمل بسنة وحلم واجعل بنائي بناء الاهتداء والتكف عني كيد كل اعتداء ولتكفني دار أذى الشيطان ويشبه الباغين في الأوطان ولتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاذرفه سريعا إذ يرد ولتصرفا جملة ما يزد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي الوفي وأعلني وأعل من يعينني ولتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري واجعله ربي مننا معجلة جالبة لمنن مؤجلة يا حي يا خيوم كن لي مجيب أنت المجيب والكريم والخريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بساك خايدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونظير ولجميع المسلمين يا بظير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفه عن نكدي ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر خيره وكل فتن والتقنا شر النظارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض طرا وسماء من ظاهر وباطن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قل للنجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح ولتخرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا زمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتا الدارين والنجاح بجاه اليوم وجاه مولد فيه فرنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه سل أبدا خير صلاة بها نرافق الخيار والثقات وهب لنا أرض الذي آتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى ولتكف عنا كذبا ولهوا ولتكفنا الهوى
وما لا يعني وبك دبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عازم مهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجسب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناس وصليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانع عليه والآل بأفضل السلام وزابي ومسكني حط يا سلام وسكن نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطهرا قلبي وزدني حياة واحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي الرخاء يا الله يا وهاب يا أعلى الرفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المخدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين صيتا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى صحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا رب وما يسوره من ملك فوق السماء وجاه كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح
وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا نطلب ولتكفني جملة ما أنس منه سريعا بك يا معيز فلتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يوق يا بديع فلتفرخا بيني وبينه صريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عاصما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحزيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ظلمها للواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أخاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبقي سواك فهمي حماية ليكن حزنا حصين عن كل سيناب وسفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والخدم أذى الذي مشى إلي بالخدم وشر من يركب ساسلاي وشر ما يطير ساجناه وشر من يجلس بالكلام وشر سي دجع وسي خيام وشر من ينفذ في العقود وشر ساحر وسي جهود بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وأقربا وأسودا وعاقدا ونافذا وصارخا وعائنا وساحرا وطارخا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علن بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد ولتكفني شر فمي وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامت وكل ناطق وكل مارخ وكل طارق وكل أرذل وكل فاضل وكل خاهر وكل صائل وكل طائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني
ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي الغرب وشر الناي والحر والبرد وشر الماء وسودني وأيني أبد وطاهر القلب وصحح الجسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالأكمال وخليني من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وزكي لبي وافتح ربي لي فتحا مبينا لا يرى لمثلي وليهب حزاقة ونورا وفي الصراط يسر المرورا وهب لي الذكرى بشكر كل حين وعدني من جملة المغربين ولا تزل يا مالكي دليلي واسبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أصير راسخا خضما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معاذا وفيما لي لا تظل ملاذا وصفيني خالبا وخلبا وليهب ترخية وهبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي الخبر وفي الحسر غدا ولا تذلني يا حفيظ آميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاسبا ومرشدا معلما وخائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومدحفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلكا مذالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاصي وبسلكا ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأسفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وذبي جميع ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا صلاة يا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى ولتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأخرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار فيه هادي وكن معينيا على ما يصلح ولتكفني جملة ما يخبه ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي
يقين والعرفان والسوخ والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسل وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم في كلهم ونجهم والتف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونظيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرض والمندوب سرا وعلن واجعل مماتي راحة لي من نظب ومن جوى ومن غرام ووذب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومتركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفد غير الخيب وسببا لدفع ضير العيب وأرضه اجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناء الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلاه واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي له لغير الركنا ولتجعلنها ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على التوالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع الخناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أبد علي مع جملة أهلي يا صمد واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون
غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرذايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزود والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعل أدبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم واجعله مسكن خروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم واجعله دربا مسكن اتباع لسنة الله مسكن ابتداع واجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللماحسن والتهم داريا عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها واكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجلب لها الخير من الجهات الست واكفها عن الآفات حطني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالخهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي ما أرايا ففيهما نصرف الرزايا واضرب عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حزنا ودابا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليهب حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة ولتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعزني من كل ما استعصت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا
للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت غير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أغويته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تعظنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلاثم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونحوظ بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين